بعيداً عن الخيانة الزوجية، مصادر جد مقربة من باتما تكشف سبب الخلاف الحقيقي بينها وبين زوجها. إليكم التفاصيل. فبعدما طفت على السطح المشاكل والخلاف القائم بين محمد ترك والدنيا باتما وعائلتها، حيث نشرت دنيا باتما تدوينات عن الغدر والخيانة والألم، وقالت: الوقت صعيب والدنيا غدارة. وكتبت: لولا الأوقات الصعبة التي نمر بها لظننا أن كل من حولنا سند. وظل السؤال والنقاش بين رواد السوشيال ميديا عن السبب الحقيقي وراء هذه المشاكل الكبيرة، والتي أدت لقطيعة علاقة كانت تظهر جد مثالية، بينما رجح الكل بأن الخيانة الزوجية هي السبب، إلا أن مصادر مقربة من عائلة باتما كشفت المستور وفندت إشاعة الخيانة الزوجية. وهذا ما قاله المصدر بالحرف: المشاكل بين باتما ورجلها هي بالأساس مادية بالدرجة الأولى، لأن العقد اللي داير الأخير معها كيأكد باللي محتكر إنتاجاتها بصفة كلية، وهو في الفلوس طماع ما كيعقلش عليها فيهم. وأضاف نفس المصدر: راجل باتما اللي عنده أيضا مشاكل مع عائلتها الصغيرة، ناضت ليه مراته على الفلوس ديال السهرات والأعراس اللي كتدمر فيهم، وكيجي هو يلهف من أرباحهم جزء كبير وكيعطيها الشياطة، في الوقت اللي تراجعات نسبة الإشهارات اللي كدير في الإنستغرام ومداخلها الشخصية نقصت بزاف. وتجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور لدنيا باتما وزوجها محمد ترك كان منذ أيام أثناء احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما غزل، حيث شاركت دنيا مع متابعيها مقطع فيديو بصحبة ابنتيهما وهي تغني لها أثناء قيامهم بإطفاء الشمع.